هنا طور سينين، هنا سانت كاترين، هنا كلم ربنا موسى وشقله البحر. هنا هربت مريم وابنها عيسى من الظلم والقهر. هنا مهبط الديانات، هنا حصلت للأنبياء المعجزات، هنا التقت الأرض بالسماء. هنا سيناء. أقيم حفل تكريم لعدد من أبطال معركة تبت الشجرة، إحدى بطولات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك عرفانا من المجتمع المدني المصري بروح البطولة والشجاعة والتضحية لهؤلاء الأبطال، وليكونوا قدوة للشباب المصري. تبت السبعات إما تكون مجد السرية الأولى أو تكون مقبرة السرية الأولى، لأن لو فشلت المهمة السرية كلها هتتدمر، ولو نجحت المهمة الكتيبة 12 هتنجح. وبفضل الله تعالى سبحانه وتعالى وصلنا للمهمة بتاعتنا قبل العدو ب3 دقايق. بدأ العدو يهاجمنا بكل أنواع الأسلحة عشان يزحزحنا عن الأرض اللي احنا يعني رجعناها. مفيش عسكري رجع خطوة لورا، بالرغم من الضرب كان من جميع الأسلحة علينا. معركة تبت الشجرة هي معركة تمت للاستيلاء على أهم نقطة حصينة خلف خط بارليف المنيع، حيث كانت تقع على ارتفاع 74 متراً ومبنية بكتل من الحجارة تمكنها من الصمود أمام ضربات الطيران والمدفعية، ومحاطة بالألغام من كل الجهات، ولذلك كانت المعركة هي هزيمة المستحيل. الحقيقة تبت الشجرة احنا قعدنا نضرب عليها بالمدفعية من الساعة 6 الصبح للساعة 6 بعد الظهر، 12 ساعة متتالي بنضرب على تبت الشجرة، لأنها موقع حصين جدا، يعتبر مركز قيادة للمنطقة دي. من كتر الضرب في 3 دبابات لما الكتيبة 12 مشاة احتلت 3 دبابات دايرين واليهود سابوها وجريوا. طبعا دخلنا التبة فيها بقى، يعني ما تتضربش بأي، لو بقنابل ذرية ما تأثرش فيها. شعور غاية في الروعة. أنا مش مصدقة إن أنا يعني قدام الكتيبة 12 اللي طالما والدي حكالي عنها وكاتب مذكراته عنها، وطبعا مش أول مرة قابل اللواء طلبة واللواء الله يرحمه قائد أركان حرب اللواء رجب عثمان، ومش أول مرة أتقابل معاهم، كتير كنت بتقابل معاهم بحكم ان والدي على طول كان بيتقابل معاهم يعني. فطبعا انا فخورة جدا بوالدي وكنت اتمنى ان هو يكون موجود معانا النهاردة يعني. أجمع الحضور لحفل التكريم على أن أبرز هذه البطولات والانتصارات هي المعين الذي لا ينضب، والذي ينمي الروح الوطنية عند الأجيال الجديدة، وهي إثبات لأنه بالعمل والاجتهاد والتصميم لا يوجد مكان لكلمة مستحيل.
نرجع مرة تانية مع كل السادة المشاهدين ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة، وبنتكلم دلوقتي على موقعة تبة الشجرة. احنا بنتكلم من ساعة ما استلموا أبطالنا المهمة لغاية لما حصلت بالفعل معركة تبة الشجرة. ومعانا من الأبطال سيادة اللواء محمد بدر محمد، قائد فصيلة الكتيبة 12 مشاة. أهلا بحضرتك معانا. ومعانا سيادة العقيد عثمان أحمد الجزيري من أبطال تبة الشجرة، وتحديدا كان ضابط موقع مدفعية. أهلا بحضرتك يا فندم. سيادة اللواء، يعني خلينا نبتدي زي ما هند قالت كده ونعمل فلاش باك ونعيش الأجواء من أول ما استلمتوا المهمة لغاية لما ابتديتوا فعلا تنفذوا المهمة دي. أيوة، نبتدي منين الحكاية بقى؟ أنا استلمت المهمة يوم 2 أكتوبر من نقطة ملاحظة قائد السرية في المعدية رقم 6. الكتيبة كانت محتلة مواجهة 6 كيلو، كان حد يمين بحيرة التمساح، حد يسار داخل 6 كيلو جنوب الفردان. كان قدامنا 3 نقط قوية للعدو اللي هو خط بارليف، نقطة لسان التمساح ونقطة نمرة 6 ونقطة الملاجئ. لما خدت المهمة بنعمل إجراءات تنظيم معركة، منها بند اسمه بند الاستطلاع. اخد الناس بتوع المرقوصين واوريهم قطاع العبور بتاعي اللي انا هعبر منه، حد يمين حد يسار في الشاطئ القريب، حد يمين حد يسار في الشاطئ البعيد اللي هو في شرق القناه. يوم 5 أكتوبر بعد اخر ضوء صدرت لنا الاوامر باعاده تجميع. اعاده التجميع ديت مواجهه الدفاع اللي كنا محتلينها غير مواجهه الهجوم. مواجهه الهجوم بتبقى تلت مواجهه الدفاع، يعني كنا واخدين 6 كيلو يبقى هناخد 2 كيلو. طب ليه؟ عشان الكثافه النيرانيه وعشان كثافه الافراد وعشان الاختراق. بعد ما احتلينا استلمنا القوارب من المهندسين وقمنا بعمليه تجهيز القوارب بالنفخ. وبعد ما انتهينا من عمليه نفخ القوارب اللي احنا هنعدي بيها اللي احنا الموجات الاولى، بعد ما انتهينا قبل اول ضوء يوم 6 حطيناها تحت الاجزاء المغطاه، ودي كانت اجزاء مغطاه علشان ما تظهرش للعدو بالتصوير الجوي او العدو اللي قصادنا ما يشوفوهاش في نقط قويه، ما يشوفهاش برؤيه العين او بالعين المجرده. والموقع بعد كده الناس ده رايح ده جاي ده واقف ده خدمه ده كذا كذا، يعني نفس النشاط اليومي في الايام السابقه في حصل بالظبط في اليوم ده، يعني يوم عادي عشان ما يحصلش اي تغيير خالص يلاحظه هو. الساعه 12 قائد السريه الرائد اسامه بعت لنا خط الفصائل وسلمنا جواب وقال ده ما يتفتحش الا الساعه 2 بس تحتلهم اعتبارا من الساعه 1. كل واحد فينا اتوجه، عرفنا بقى ان خلاص الموضوع خلاص بقينا في الجد والموضوع قرب. لحد دلوقتي ما يعرفش ساعه س اللي هي بقى في الجواب ده اللي احنا مش هنقدر اللي نفتحه غير الساعه 2. فتحنا الجواب الساعه 2 زي ما سيادته قال لنا. في نفس التوقيت بدات المدفعيات الضرب المباشر والغير المباشر من على المصاطب من مواقع كانت مجهزينها احنا قبل الحرب، تضرب على النقط القويه للعدو اللي هي خط بارليف، ثم في اعماق العدو وعلى الاحتياطيات. الساعه 2 ودقيقتين بدا الطيران يخش فوق دماغنا منخفض جدا، يضرب على الاحتياطيات اللي هي بتاعت العدو، احتياطي محلي احتياطي قريب احتياطي بعيد كده. طيب ننقل للمدفعيه، لانه يعني هم خلاص اول ما فتحنا الجواب الساعه 2 عرفنا ان احنا ابتدينا بقى ساعه الجد وساعه العبور. حضرتك كان موقعك ايه وعملت ايه في اللحظه دي؟ المدفعيه عشان نقول دورها لازم نعرف يعني ايه مدفعيه. المدفعيه بتنقسم اقسام. صواريخ بعيده المدى اللي هي كان ايامها مداها 300 او 400 كيلو، وبعدين مقذوفات موجهه مضاده للدبابات، وبعدين مدفعيه ميدان او الهاوتزرات او
والهونات والحاجات دي. احنا كانت مهمتنا في البداية، اقدر اتكلم الاول على دفاعات العدو. دفاعات العدو عبارة عن نقط قوية على القناة، وبعدين في احتياطي قريب ده بيتدخل عشان نجدة النقطة القوية في خلال من 10 ل 15 دقيقة، وبعدين في احتياطي بيتدخل في حدود 30 أو 35 دقيقة. فكان المهمة بتاعت سرية المفرزة بتاعت الفرقة الثانية بقيادة النقيب طلبة أيامها، إن هي تعدي قبل القوات بحوالي 20 25 دقيقة عشان تقابل الاحتياط القريب اللي هو هيتدخل عشان نجدة النقط القوية، ويحرمها من إنها تحتل المصاطب عشان تضرب على قواتنا وتمنعها من العبور. مش كل ده احنا كنا متدربين عليه قبل ساعة العبور؟ بالتأكيد. يعني ما هي مراحل التدريب العام، وبعدين التخطيط، وبعدين التدريب على المهمة التنفيذ اللي احنا محدد. وبعدين التنفيذ بقى. كانت مهمة الكتيبة بتاعتنا ان احنا نضرب الاحتياط البعيد اللي هو كان عبارة عن كتيبة دبابات مدعمة بسرية مشاة، اللي طالع منها الاحتياط القريب اللي هو هينقذ في خلال من 10 ل 15 دقيقة. ففعلا في التوقيت المحدد احنا كان في حاجة اسمها التمهيد النيراني للمدفعية. التمهيد ده كان 53 دقيقة، مدته 53 دقيقة، اتضرب على 4 قصفات. احنا كان المفروض ان احنا بنضرب على الاحتياط التكتيكي بتاعهم ده، وسرية المفرزة هي هتروح تقضي على الاحتياطي القريب اللي هو هيتدخل من 10 ل 15 دقيقة. لولا ان القصفة بتاعت المدفعية وسرية المفرزة حققت المهمة بتاعتها، كانت القوات دي اتدخلت ومنعت قوات الفرقة الثانية كلها من العبور. ده كله عشان تدي وقت للكباري تتنصب، لان المدفعية لازم تعدي على كباري، مش هتعدي طبعا في القوارب. الحقيقة السرية بتاعت المفرزة قامت 10 على 10، وكانت نسبة استكمال السرية اللي هي بتاعت العدو كان نسبة استكمالها حوالي 80%. كان حوالي 7-8 دبابات، ضرب منهم حوالي 5-6 دبابات بالمقذوفات بتاعت المدفعية، المقذوفات الموجهة اللي هي من ضمن سلاح المدفعية. واحنا ضربنا طبعا الكتيبة اللي هي الاحتياط البعيد، فده ادى فرصة للقوات انها تعبر، وفي نفس الوقت الكباري تنشأ عشان الدبابات تعدي عليها والمدفعيات تعدي عليها والآليات كلها عموما تعدي على طبعا. دي كانت بالنسبة للمدفعية. المدفعية بقى كان دورها تاني اللي بعد كده معاونة المشاة اللي عبر في جميع مراحل المعركة، لأن العدو ما سكتش، بيدفع احتياطيات طبعا تانية تيجي عشان تنجد النقط القوية أو تمنع باقي القوات من العبور. كانت المدفعية بتتعامل معاها بحاجة اسمها نيران إيقاف، وبحاجة اسمها قطاعات، يعني حاجات فنية في المدفعية. فمنعت الاحتياطيات دي من انها تتقدم او تقرب من القناة. انشئت الكباري، وبدأنا على بالليل بدأنا نعدي بقى بالمدفعية والدبابات والذخاير، يعني القصة كلها. ونيجي بقى لتبة الشجرة اللي هي كانت يوم 8. ضربنا على تبة الشجرة حوالي 12 ساعة بالمدفعية. 12 ساعة، مش هقول متتالي لأن طبعا شد وجذب يعني. لدرجة لما الكتيبة ال 12 لما اقتحمت تبة الشجرة كان في 3 دبابات دايرين. ده حضرتك كنت فيه يا فندم؟ انا مسكتها. لا ثانية واحدة معلش، نقف هنا نتوقف. انا عايز حضرتك تبقى عين الكاميرا بتاعتنا للسادة المشاهدين. احكي لنا لما دخلت حصل ايه، شفت ايه، اوصف لنا بالظبط. لسه حضرتك زي ما سيادة العميد عثمان مشكورا تفضل وقال ان الاحتياطات بتاع العدو طبقا لخطوطها
ازمنه تدخلها بتخش تكثف بين النقط القويه وبعضها على شط القناه خلف الستر الترابي. لها مرابط مجهزه خلف الستر الترابي علشان تمنع تقدم القوات بتاعتنا. طب لو ما لحقتش، لها مرابط خطوط مجهزه على مسافات قبل كده. يعني لو ما قدرتش يوصل للقناه عشان يكثف الدفاعات، عشان يمنع الجانب المقتحم اللي هو قواتنا، ففي خطوط بيحتلها هو عشان يمنع تقدمنا في عمق دفاعات العدو. فكان النقيب طلبة رضوان بسريه عاده فصيله الساعه 2 بالظبط مع ضرب المدفعيه، عدى برضه بالقوارب ودخل قدام عشان يامن عبور القوات الرئيسيه اللي هو احنا. طب الساعه 2 وتلت بالظبط نزلنا بالقوارب بتاعتنا، قدفنا، دقينا حديد، زاويه حديد في الشاطئ القريب اللي هو الشاطئ الغربي، وكنا مستلمين بكر خيط نايلون على حرير اللي هو قوه الشد بتاعته قويه، رفيع كده بس قوه الشد بتاعته قويه، وبنفرده معانا طول ما احنا بنقدف ورايحين على الشاطئ البعيد او الشاطئ الشرقي. ووصلنا هناك دقينا الزاويه الثانيه وربطنا فيها الحبل عشان الموجات اللي بعد كده اللي جايه ورانا تقدر ما تقدفش، يدخل نفس الطريق، يشد بس على الحبل، اسهل يشد على الحبل. تسلقنا الستر الترابي بالسلالم كانت موجوده معانا وفردناها فوق، ونزلنا ونزلت السلم على شط الميه عشان الموجات اللي جايه بعد كده. طب بعد كده طورنا الهو او تقدمنا باقصى سرعه على تبه اسمها تبه السبعات اللي عليها خط الصد اللي هنثبت عليه تبه مشرفه على مسافه حوالي 2 كيلو. كنا بنجري بسرعه جدا عشان قبل ما هو يحتلها لان كان عليه خط صد عليها، فكنا بنجري باقصى سرعه في عمق دفاعات العدو عشان نحتل تبه السبعات اللي هي المشرفه بتاع سبعات عامله كده حرف في حرف كده. احتلناها، احتلنا تبه السبعات قبل ما يوصل لها هو. وهنا بدات الهجمات المضاده الاحتياطات بتاعته تظهر لنا. يعني دخل علينا اكتر من دبابه على الفصيله بتاعت الدبابتين بالظبط تحت ستر بعضهم. كانوا بيضربوا بالمدفع النص بوصه اللي هو مدفع البرج وبالشنفيه، الذخيره الشنفيه علينا، واحنا لسه ما حفرناه، ما جهزناش التجهيز الهندسي بتاعنا على الموقع ده على تبه السبعات. منهم دبابه تحت الضرب بتاعنا عدت في بالمواجهه كده وزاغت، والدبابه اقتحمت عندي فالفصيله. عسكري من عندي اسمه احمد، اسمه الدسوق الضوء، بقنبله 43 ضربها في جنبها فقطع الجنزير، عطلت الدبابه. العساكر سلقت الدبابه وطلعوا بالبنادق الاليه على الناس اللي موجودين فيها، خلت بطنهم دماغتهم دي اكنك فاتح بطيخه. بعد كده قعدنا لحد اخر ضوء او قبل اخر ضوء يوم 8 قعدنا 6 و7 و8 ولحد قبل اخر ضوء يوم 8 خدنا المهم تطوير الهجوم من السبعات علشان نهاجم تبة الشجره او نستولي على تبة الشجره. اتحركنا بعد اخر ضوء على ما جهزنا بقى نفسنا وكده وبتاع، وفتحنا التشكيل. العدو كان بيضرب علينا بالليل بالطيران بالنبال واحنا متحركين. مدفعيه العدو ما بطلتش ثانيه، وبالتالي مدفعيه احنا مش ماشيين في كده، ده مدفعيتنا انتوا محميين بالمدفعيه مغطيانا. والمدرعات بقى بتاعتنا كانت دخلت هي والمدفعيه اعتبارا من الساعه 200 يوم 6 يوم 7 صباح يوم 7 كانت المدرعات معانا على نفس خط التشكيل. المدفعيات بتضرب قدامنا بكثافه نيرانيه رهيبه جدا على تبة الشجره. المهم قبل تبة الشجره بحوالي 300 متر شفت جسم كده مضلم وطالع منه بيطلع منه طلقات من المدفع النص بوصه بتاعته. فرقدت القوات بتاعتي الفصيله بتاعتي وزحفت على الارض وبدات افتش جناب الدبابه لا يكون حد نايم تحتها من الطقم
بين الجنزير وبعض تحت بطن الدبابه ويمسح لي الفصيله بتاعتي، فرقدتهم ورا وتقدمت انا زحف استخدام ارض وساتر لحد ما وصلت المكان ان انا انتج منه نيران على جنب الدبابه اليمين جنب الشمال ثم بطن الدبابه فتشتها يعني. بعد كده نهضت وطلعت قنبله يدويه دفاعيه اللي بتعمل شظايا وحذفتها في البرج بتاع الدبابه. كان الطقم بتاعها انا ما اعرفش ايه اللي فيها دلوقتي اذا كانت فاضيه ولا فيها، بس المدفع بتاعها كان بيضرب اوتوماتيك. ف بعد كده القنبله انفجرت، لو كان في حد جوه في الدبابه ينهى عليه. اديت اوامر للفصيله بالنهوض والتقدم واقتحمنا تبة الشجر. جه بعد كده الرائد حمدي عبد المقصود بن داري المقدم دلوقتي لواء دلوقتي اركان حرب، كان رئيس عمليات الكتيبه بكشاف كده صغير. فقلت له يا فندم الدبابه دي كذا كذا، ما رضيتش ادمرها وسلمها هي، بس ايه انا شاكك ان يكون فيها حد. فكان معاه بطاريه صغيره كده طلعنا انا وهو، بصينا على الدبابه من جوه لقينا السواق مسنود على الكرسي اللي ورا كده وجسمه ده شظايا ومنتهي يعني. حبينا بقى نطلع السواق عشان ناخد يدفن ونبلغ عنه واحنا ناخد الدبابه، نقود الدبابه وتنضم نوصلها للمستوى الاعلى وتنضم للغنائم بتاعتنا. دخلنا تبة الشجره لقينا المكن النور او مكن النور كان شغال منور زي ما هو. القوات انسحبت ومنهم عربيه نص جنزير كان فيها 13 جثه واخده طلقه دنا مباشر غير مباشره من المدفعيه اثناء ضرب المدفعيه وهي بتنسحب. 13 جثه في العربيه النص جنزير دي، اعتبارا من اول ضوء يوم 9 نار الله الموقده نزلت علينا في تبة الشجر، منهم ال 155 ال 175 الدبابات على مسافه اكثر من 3 كيلو بحيث تبقى خارج المرمى المؤثر للنيران بتاعتنا. ونار الله الموقده نزلت علينا، ينتظروا يقول لك لو في لا مؤاخذه اسف فار في المكان ده لا ينجو، يبداوا يخشوا علينا نفتح عليهم. لما يخشوا في المرمى المؤثر للاسلحه بتاعتنا نفتح عليهم طاقه جهنم. صحيح انتوا لسه موجودين. يرجعوا تاني يدوا اوامر للمدفعيات ان هي تعود الضرب وتضرب عليها. صحيح. سيادة اللواء معلش انا هضطر اقطع حضرتك لان احنا لازم نختم حالا الحلقه، بس قبل ما نختم انا بعتذر جدا لان احنا الكلام شيق جدا وعايزين لازم ننقل اذاعه خارجيه. ده في اسرى مسكناها. ما انا عارف ده قصص وحكايات وطيار هيبقى لنا وحاجات من دي. بس انا عايز يعني في اقل من 10 ثواني سيادة العقيد احساسك ايه لما بتروح سينا مع اولادك بتقول لهم ايه في 10 ثواني؟ والله انا بزعل على شبابنا يعني مش هقول ان احنا ابطال، هقول ان احنا عملنا اللي علينا. هم بيحاولوا يهدوا البلد ويعني مش فاهمين يعني ايه بلد. صحيح. لا انا قصدي لو حضرتك بتروح دلوقتي بنفس المكان اللي حضرتك كنت بتحارب فيه مع اولادك بتحس بايه؟ هحس بايه؟ هحس ان انا عملت حاجه بس. وده عمل مجيد واحنا يعني بفضلكم احنا موجودين دلوقتي ودي حاجه لازم نقولها وبنفخر جدا بوجودكم معانا ودي حاجه جميله جدا. احنا بنشكر حضراتكم كل سنه وحضراتكم طيبين، واحنا يعني بنعيد البطولات وبنتكلم على الناس اللي قدمت روحها وقدمت حياتها علشان مصر تبقى مستقره، فبالتالي بنشكركم وانتوا نموذج جيد يعني مشرف جدا طبعا لكل شبابنا اللي بيتفرج او اللي عايز يتابع يعرف هم دول الرجاله المصريين، هم دول اللي بيحافظوا على بلدهم، هم دول اللي بيخافوا على بلدهم مش اللي بيبيعوا بلدهم. نشكر حضراتكم يا فندم واهلا بيكم معانا. ما خدتش راحتي في الكلام. يعني نوعد حضرتك نستضيفك بقى نتكلم عن موقع شخصيا. كل سنه طيبين يا فندم. بس في اسرى وفي حاجات من اكيد. نشكر كل الساده المشاهدين اللي تابعونا النهارده، ويعني بنعتذر لحضراتكم كانت اخر فقراتنا النهارده المفروض تكون مع المطرب عبد العزيز مرعي، ولكن للاسف لضيق الوقت مش هينفع نستضيفه مره ثانيه باذن الله. نشوفكم بكره وحلقه جديده ومصر جميله.